السلام عليكم. في خبر منتشر الفترة دي إن تركيا بتبني ملاجئ كتير تحت الأرض في المدن الكبرى، ومش بس كده، هي كمان أمرت بتطوير القبة الصاروخية، وكمان أمرت بسرعة تطوير الأسلحة السيبرانية التركية. طب إيه الحكاية؟ وليه تركيا قلقانة بالشكل ده؟ تفتكروا تركيا داخل حرب فعلا؟ وإيه سر التقارب ما بين تركيا ومصر؟ عايزين تعرفوا؟ هقولكم، بس قبل ما أقولك، لو انت اول مرة تشوفني، انا اسلام انور. ما تنساش تعمل لي فولو وسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك عليه، ويا ريت تعلق برايك لانه ده اكيد بيدعمني. ويلا بينا. في حاجة كده في الاول لازم اعرفها لكم لو انتوا مش عارفينها. فتركيا عندها قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، واللي بيضموا أكتر من 1000 جندي أمريكي بجانب تسليحهم الضخم، واللي بيشمل كمان أكتر من 20 قنبلة نووية أمريكية من طراز B-61 الأمريكية. يعني الدولة الحليفة المتواطئة مع الغرب خايفة من مصيرها لا يحصل فيها زي إيران في حرب ال 12 يوم، واللي زلزلت النظام الإيراني ودمرت قواته الجوية ودفاعهم الجوي ضعيف ودمرت كل القادة تقريبا. وشوفنا ازاي عمليا الحروب الحديثة بتدار عن طريق العمليات السيبرانية والاستخباراتية المعقدة، وشوفنا ازاي المسيرات الانتحارية بتقدر تدمر الدفاع الجوي لأي دولة، وبتدمر هوائيات الاتصالات، وبتدمر محطات إعادة الإرسال اللاسلكية عشان تمنع التواصل بين وحدات الجيش الإيراني. طب ليه تركيا بتتوقع الغدر بيها؟ هقولك، بس خد لك بقى شفطة قهوة كده وركز معايا كويس قوي في اللي هقوله لك دلوقتي ده. بص يا سيدي، مطلوب قبل عام 2030 تفكيك الدول الكبرى في المنطقة زي سوريا والعراق ودول خلاص، وزي تركيا وإيران ومصر. أيوة زي ما سمعتني كده، مطلوب إسقاط مصر قبل 2030 وتحويلها لدويلات متصارعة زي ليبيا، حفتر والدبيبة، والسودان حميدتي والبرهان. بس مصر صاحية قوي وشغالة من سنين على بناء قواتها العسكرية، وكان آخرها التعاون المعلن مع تركيا والتصنيع المشترك للأسلحة الحديثة. أصل الدولتين اللي كانوا أعداء بقالهم سنين اتلاقت مصالحهم، والكل اتأكد إن الخطر قرب منه. طب مصر بقى بتعمل إيه؟ مصر قامت ببناء 20 قاعدة جوية رئيسية، بالإضافة ل 20 قاعدة احتياطية وخدمية منتشرة في جميع أنحاء مصر لتأمين نفسها من كل مكان، بداية من شرق العوينات وحتى وسط سيناء. طب ايه بقى الحاجة الجديدة والقوية قوي اللي مصر بتبنيها دلوقتي؟ مصر شغالة على بناء أقمار صناعية عسكرية للمراقبة والرصد المبكر لأي تهديدات جوية أو صاروخية، وبتاخد أحدث الأسلحة وأعقدها من الصين وبأي تكلفة، وبتقوم بتوطين كتير من الأسلحة، وبتقوم بعمل مخازن معلنة وسرية، وفي منها داخل جبال سيناء. مصر شغالة بعمل مخازن كبيرة للغذاء والدواء بكل مكان فيها علشان تقدر تخلي الجبهة الداخلية تصمد لو في أي معركة لا قدر الله. لو بتسمعوا دايما السيسي وهو بيقول إنه لازم أي المشاريع كبيرة تخلص وبسرعة جدا قبل 2030 لأنهم مش هيسيبونا نكمل، ولازم نستعد للحرب الحتمية اللي جاية واللي هتفرض علينا، واللي مش بيتم التصريح بيها كده في العموم، ولكن بتوصل لنا بشكل رسائل مبطنة. السؤال بقى لحضراتكم، تفتكروا مصر هتعدي بعد 2030 ولا مش هيسيبونا نوصل ل 2030 وهتيجي الحرب؟ اتمنى اكون قدرت الخص لكم الاخبار بشكل واضح. اللهم انصر العرب وانصر فلسطين، تحيا مصر، وسلام عليكم.